السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملته لكم. بصوا يا جماعه، انا جايه النهارده اقول لكم على تريكه صغيره كده، ايه ان شاء الله هتفيدكم في الحمام المغربي. طبعا انا اتهفت في دماغي وقلت ايه، ما اعمل حمام مغربي. امبارح كنت فاضيه ومزاجي حلو يعني وكده، فقلت ما اعمل حمام مغربي. ولكن الغلطه الكبيره ان امبارح كان يعتبر ان هو شتوي، يوم شتوي. فطبعا كون ان انت تعملي حمام مغربي في يوم شتوي او يوم ساقعه، تاكدي بنسبه 95% ان الحمام مش هينجح. الحمام المغربي او مهما كنت جايبه منتجات ممتازه يعني. طيب في منتج انا جايباه جديد اللي هو اسمه افريكانا ام بي سي ده، اللي هو الطمي المغربي او الصابون المغربي بالنيله الزرقاء. فطبعا احنا اصلا كده كده مش ناقصين نيله زرقاء في حياتنا، بس هو ايه، قلت اما اجيبه فجبته يعني. كنت جايباه في العروض كان ب 195، بس طبعا اكتشفت ان انا ضحك عليا، وكنت جايباه من صيدليه. ومهما يعني مهما الصيدليات عملت عروض يا جماعه برضو تبقى الحاجه عندهم غاليه. المهم لقيت واحده ثانيه جايباه ب 140، عشان بس ما تقعيش في الغلطه اللي انا غلطتها. الدنيا بتمطر جدا جدا والدنيا تلج حرفيا. المهم دخلت وفتحت الميه السخنه، وكنت فاتحه السخان على اخره، ما عنديش بانيو يعني. وقعدت فعلا تحت الميه حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، وحطيت الكريم الصابون ده. هو الصابون ده ملمسه تقيل شويه. في حاجه لاحظتها فيها يا جماعه، البنات اللي هم متمكنين في الحمامات الكريم والصابون المغربي والكلام ده هيفهموا انا قصدي ايه. الصابون ده حامي على البشره. يا رب بس تفهموا الكلمه دي. انا كنت جربت قبل كده صابون وكان تحفه، وكان على فكره مش براند، كانت في علبه شفافه جدا ورخيص جدا، كان ب 60 جنيه، بس كان من فتره يعني من سنه ولا حاجه، وكان ب 60 جنيه. و... وحطيته انا، انتوا مش متخيلين قسما بالله كان يستاهل 500 جنيه مش 60 جنيه. وطلع جلد مات، بس كنت في الصيف دوت. اما حطيته زي ما قلت لكم كده، قعدت تحت الميه 10 دقائق او ربع ساعه، وبعدين فردته. طبعا ما بيتفردش بشكل سلس، دوخني على ما اتفرد، دوخني. دي اول حاجه. تاني حاجه، قعدت تجيبيه ربع ساعه، مش هقدر اقعد اكتر من كده في الحمام. ربع ساعه كويس جدا. بعد كده جيت افركه بقى، ما بيطلعش الجلد الميت ده بسهوله. دخت مش السبع دخات، ال10 دخات، ال50 دخه كده، لحد ما طلع معايا جلد ميت، مش من كل الاماكن. طلعت من ايدي، طلعت من الرجل، من هنا، مش كل الاماكن يعني. فالغلطه اللي انا غلطتها انا طبعا بالنسبه للتاني اللي كنت جايباه ب 60 جنيه او 70 جنيه من فتره، ده بالنسبه له والله العظيم يا جماعه ساعات براندات بتبقى خايبه جدا، فما عجبنيش. ولكن هيستمر برضو عندي، ولسه هكمل تجربه فيه، لان انا ايه، جربته في يوم غلط اللي هو يوم شتوي او يوم ساقعه. جربيه بقى في الصيف هتلاقي الدنيا ايه كويسه ان شاء الله، لان كنت التاني كنت مجرباه في الصيف. فلسه هديله فرصه واثنين وثلاثه، ان انا عشان ما احكمش عليه في الاول كده على طول برضو يبقى حرام عليا. فهستعمله لما الصيف يدخل، واحطه بقى ال10 دقائق في الصيف بساعه من الشتاء، انت فاهمين. وميه الشتاء مهما كانت سخنه برضو في الصيف بتبقى الدنيا والجسم بيتفتح اكتر وبيبوش اكتر، والحاجه بتبقى فعاله اكتر في الصيف. فان شاء الله هستنى كده لما الدنيا تحرر شويه واعمله واديله فرصه ثانيه. التريكه اللي عايزه اقول لكم عليها يعني، ما تعملوش حمام مغربي في الشتاء على قد ما تقدري، الا اذا كان مثلا في مكان بيبقى هو عامل حساب الحاجات دي كلها، الاتموسفير كله. وطبعا كده كده انا ما بعملش حمام مغربي بره بيتي بصراحه يعني. بقول للناس اللي هم بيعملوه، واللي بيعملوا برده مش وحشين، انا بس بتكلم كل واحد له ايه دماغه يعني. فانا اللي بعمله لنفسي خاصه بعرف اعمله، ولكن اخر مره هعمله في الشتاء، اخر مره. ده عايز صيف وانا يعني انا ما اديته يعني مثلا برضه على الوقت اللي انا قعدته كده، المفروض يعني ايه برضه كان يشتغل اكتر من كده. فانا حاسه ان انا اديته 7 من 10 يعني. والله العظيم عايزه اقول لكم 6 يعني، بس عشان ما يبقاش حرام عليا. 6 7 من 10. هستنى في الصيف كده واجربه تاني، واحط بقى ريفيو يعني ايه، حقيقي جدا او حقيقي جدا عليه، عشان ما اظلمش البراند برضه، ما يبقاش حرام عليا. وعلى فكره افريكانا في كذا حاجه ما عجبتنيش عندهم خالص يعني بصوا يا جماعه، مش شرط. لما كنت بكلمكم على البرفانات من شويه كده، كنت بقول لكم الماركه اللي انا بجيب منها ماي واي، وبرفاناتها تحفه جدا. وجبت حاجات ب 700 و800 وب1000، ما كانتش حلوه ولا فعاله معايا قوي. فعايزه اقول لكم ما تتغشوش في كلمه براند يعني ممكن تبقى براند وحاجات فيها كتير مش حلوه. يعني ده ما عجبنيش، حتى لو هجربه تاني ما عجبنيش بالنسبه للتاني مقارنه بالتاني اللي ما كانش اصلا ماركه خالص، ما كانش ماركه خالص. كانت العلبه شفافه، مش مكتوب عليها حتى بالخط ولا بقلم رصاص حتى. قولي معايا، الهير ماسك بتاعهم ما عجبنيش نهائي، احطه ينشف لي شعري، ما عجبنيش نهائي خالص. هو اللي ان معقول شويه، والشامبو بتاعهم بصراحه حلو جدا يعني. بس يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله استنوني في ريفيو تاني قريب ان شاء الله. بس حلوين.